ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسلامة وسعادة. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة بصراحة أنا هقدم حاجة انطلبت مني من أحد المتابعات. تمام. بتقولي لو سمحتي أنا عايزة طريقة أستغل بها التوم لأنه بيفضى عندها بسرعة مش بتلحق تستعمله. فأنا حبيت أشارك معاكم الفيديو على العام علشان اللي مش عنده المعلومة يستفاد والكل يستفاد معايا. اول حاجه هنسمي الله اي كميه توم عندك انت جايباها، بتفصصيها بالشكل ده. تمام. طبعا بتغسليها كويس جدا وبتفرديها على فوطه او على اي قماشه نظيفه وبتسيبيه ينشف تماما. تمام. بعد كده بتجيبي الكبه او الهون، ويفضل لو في كبه، مفيش كبه عادي، الهون يعني بيقضي الغرض. طبعا انا هعمل بالثوم كذا حاجه، يعني مش حاجه واحده بس. هجيب الكبه بتاعتي وهنسمي الله بسم الله. طبعا هنا انا نزلت بثلاث ارباع كميه الثوم اللي معايا، حطيتها في الكبه وهطحنها كويس جدا. هنا انا نعمت الثوم كويس جدا. تمام بالشكل ده. عايزه تنعميه اكتر من كده عادي براحتك، مش عايزه برضو يرجع لك، انا بخليه بالشكل ده. تمام. طبعا كمية التوم دي انا هنزل فيها بكياس، يعني هنزل في كياس التلاجة دي. تمام. هحط التوم في كيس التلاجة وهرجع لك تاني. طبعا انا نزلت بكل كمية التوم في الكيس ده. طبعا انا هفرده بالشكل ده بسم الله. يعني هحاول ان انا افرده وفي نفس الوقت يكون يعني رقيق، بحيث لما احب اخد منه للاستعمال اقدر اكسره بسهولة. تمام. فاهمة قصدي؟ بالشكل ده. كده انا فردت التوم بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. وطبعا بتقفلي الطرف كويس جدا وتحطيه في الفريزر. طبعا لازم تقفلي الطرف بتاع الكيس التوم كويس قوي، لان طبعا كلنا عارفين ان التوم بتبقى ريحته نفاذه جدا. فلو ما قفلتهوش كويس اي حاجه عندك في الفريزر انت حطاها مخزناها، ريحه التوم هيلقط من ريحه التوم. تمام. لازم تقفلي الكيس كويس قوي. طبعا اي كميه توم تقدري تعمليها بالشكل ده. عايزه تقسميها على كيسين براحتك، عايزه تسيبها في كيس واحد طبعا على حسب الكميه وعلى حسب حجم الكيس. تمام. الحاجه التانية هنزل بباقي التوم بسم الله كده. وهنزل كمان بحوالي 7 أو 8 قرون من الشطه الخضراء بسم الله كده. وطبعا انا بضيف مع الثوم والشطه الخضراء دي بضيف معاها قرنين من الفلفل البلد العادي، لان الشطه دي حاره جدا، فانا بحط معاها فلفل يكسر شويه حراره الشطه. تمام. طبعا لو انت بتحبها حاره جدا عادي براحتك ماشي. دي دقه احنا بنعملها، بنستغل برضو الثوم وبنستعمل الدقه دي في تمليح تتبيل السمك المقلي. طبعا بتطلعي الكميه اللي انت عايزاها، وبتحط عليها البهارات الخاصه بقليه السمك. تمام. وبتحط عليها طبعا الليمون اللي انت عايزاه. تقدري طبعا تتبلي منها البدنجان المقلي، اي حاجه ممكن تحط منها على السلطه الخضراء. اي حاجه انت بتحبي تضيفي عليها فلفل شطه خضراء وفلفل وتوم تقدري تضيفي عليها الخلطه دي. تمام. هنزل هنا بمعلقه ملح كبيره وهضربهم كلهم في الكبه. هضربهم بالشكل ده. طبعا معلش نسيت اقولك ان انا هنزل كمان بعصير ليمونه كامله. بس طبعا ما تحطش القشر، لان القشر لو اتحط في الوصفه دي والقشر اتطحن مع الفلفل والثوم والشطه مع الوقت هي قشر الليمون ده هيمرر، هيخلي معاكي الدقه مرره. فانت استفادي بالليمون بس، والقشر تخلصي منه. تمام. طبعا انا نعمت الدقه قوي بالشكل ده. شايفين ما شاء الله. دي تقدري تتبلي بيها زي ما قلت لك السمك المقلي، تحطيها على مثلا وانت بتعملي دقه الفول المدمس، وانت بتعملي بدنجان او فلفل، اي حاجه من دي بتبقى جميله معاكي وبتبقى جاهزه، وعلى فكره بتوفر معاكي وقت ومجهود. تمام. طبعا انا نزلت بالدقه دي كلها، حطيتها في برطمان كده بالشكل ده.
وطبعا هغطيها كويس قوي. لازم تتاكدي ان برضو هي مقفوله كويس، لان ده هيتحط في التلاجة، وطبعا ريحته هتبقى نفاذه جدا على الحاجه اللي في التلاجة. تمام. ده بيبقى كده. بكده اكون وصلت لنهايه وصفه النهارده. ارجو ان الكل يعني يستفاد منها، واتمنى ان اكون قدرت اوصل المعلومه صح. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.